السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير والصحة والمحبة والمزيد من الحيوية. ولنعرف قوة والصحة نعمة والالتزام واجب وطني، نقول صحة ثروة لوطن. في البداية تقبلوا تحيات فريق عمل برنامجكم بلسم، في الإنتاج الزميل محمد جمعة، وفي الإخراج الزميل محمد عدنان. وتقبلوا تحياتي محدثكم دكتور بسام درويش. في الإعداد والتقديم طرق التواصل على الهاتف 600-551414، الرسائل على 4006. صباح الخير من أرض الخير، من وطن تجتمع فيه القلوب على المحبة وتتكاتف فيه الأيادي لصنع المستقبل. في هذا اليوم وكل يوم تنبض قلوبنا بمشاعر الفخر والاعتزاز، واليوم وكل يوم نجدد العهد أن نبقى أوفياء لهذا الوطن العظيم، نعمل بلا كلل ونمنح بلا حدود ليبقى علم الإمارات شامخا في السماء. كل عام ودولة الإمارات العربية بخير قيادة وشعبا، نبقى على دروب النجاح متمسكين بالحب والانتماء، وطننا عطاء وصحتنا وفاء. ضيفنا دكتور عادل السجواني، استشاري طب الأسرة طب العائلة في مستشفى بارك فيو في ميدي كلينيك في دبي. دكتور عادل، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، يا مرحبا. يا مرحبا دكتور عادل. في هذا اليوم وطبعا منذ حوالي أسبوع تقريبا بدأنا بطرح السيرة الذاتية، السيرة المهنية لكوادر طبية إماراتية نعتز بها في مسيرة العطاء من أجل الصحة، من أجل أن ينعم كل فرد في المجتمع بنعمة الصحة التي لا تقدر بثمن. فقط للتعريف، دكتور عادل من هو؟ كيف بدأ مسيرته المهنية في كلا القطاعين الحكومي والخاص؟ دكتور عادل تفضل. أول شيء شكرا دكتور على الاستضافة الكريمة، ونهنئ قيادة دولة الإمارات والشعب دولة الإمارات، المواطنين والمقيمين، بذكرى العيد الوطني الإماراتي، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ربي يحفظهم، على كل الإنجازات اللي نحن نعيشها بفضل جهود المؤسسين للدولة، والحين بفضل جهود قيادتها، الله يحفظهم يا رب. دكتور عادل سعيد سجواني، أنا طبيب استشاري في تخصص طب الأسرة. درست كنت من الأوائل في مدرستي أيام الثانوية العامة، وحصلت الحمد لله على بعثة من أيام كان اسمها وزارة التعليم العالي، الحين دمجت مع وزارة التربية والتعليم. فدرست في اسكتلندا وفي ايرلندا، وعملت فترة في المملكة المتحدة، وحصلت على شهادات في مجال الطب والجراحة، ثم ارتئيت أني أدرس وأتخصص في جراحة العيون، وفعلا دخلت في هذا المجال فترة من الزمن. وبعدين سبحان الله صار لي مثل شيء طبي أو حادث طبي لا مر علي، فاضطريت لتغيير التخصص، وتوجهت من أول وجديد. ناس كانت تقول لي هذاك الوقت اترك الطب روح الإدارة، كنت أقول لا، وبدأت من الصفر مرة ثانية في تخصص طب الأسرة، والحمد لله حصلت على البورد في تخصص طب الأسرة، وماجستير تنفيذي في الإدارة الصحية، وخريج برنامجين في القيادات التنفيذية، برنامج قيادات التنفيذية لحكومة الإمارات برعاية مجلس الوزراء الكريم، ودبلوم الابتكار الحكومي، وماجستير تنفيذي في الجودة والابتكار من جامعة هارفارد. وأنا حاليا عملت فترة طويلة في القطاع الحكومي، ثم توجهت للقطاع الخاص بشكل فول تايم بشكل كامل، وحاليا أمارس مهنتي كنائب للمدير الطبي في مستشفى ميدي كلينيك، وكذلك استشاري طب أسرة، أجمع بين العملين، الطبي والإداري. وكذلك أنا عضو لجنة التحكيم واللي هي الادفايزري جروب في محمد بن راشد انوفيشن فند، صندوق محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وناشط ومؤثر في التوعية الصحية. هذه باختصار شديد. إذا طلبت من هو الدكتور عادل، هذا على السريع إن شاء الله. نعم، وأيضا نضيف إليها أيضا ما يتعلق بجائزة الإمارات للتميز الطبي بمجموعة دبي للجودة. دكتور عادل.
ما شاء الله عليك دكتور، قاري السي في مالي أكثر عني. طبعا أنا ضمن الجروب، ضمن المجموعة بالأحرى، وأيضا يعني لنا الفخر بأن تكون ضمن هذه الجائزة، جائزة الإمارات للتميز الطبي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كثير مهم يعني نعرف الجوانب الأخرى في حياة كل طبيب. يعني بنسمع أسماء أطباء بمختلف طبعا التخصصات. الهدف من هذا اللقاء، من هذه الفقرة، أن نتعرف إلى الجوانب الأخرى الشخصية، التحديات اللي مر فيها كل شخص وكيف تغلب عليها، وكيف ممكن أنه في بعض الأحيان يعني مثل ما صار معك دكتور عادل، أنت كنت في تخصص وتوجهت إلى تخصص آخر، والجانب الأهم هو أنه هذا الشخص تميز وتفوق. ليس المهم أن أكون مثلا بتخصص معين، المهم أن أكون ناجحا في مجال عملي وأحب عملي. دكتور عادل. بالضبط دكتور، كل إنسان في هالدنيا يمر بتحديات. يعني أسهل شيء على الشخص أنه لما يمر في تحدي أنه ييأس ويحبط نفسه ويقول خلاص خل أترك الطب، خل أترك كل شيء. لا، يعني ما في شيء في هالدنيا يأتي بالساهل. القيادة في دولة الإمارات ما تقصر معك، لكن أنت لازم تبذل جهد. بذل الجهد أمر مهم جدا. كان ممكن الإنسان يقول خلاص أنا الله ما كاتب لي الطب، خل أوقف بما أنه صار لي مثلا مرض معين. لكن الإنسان لازم يحاول أنه يبدأ مرة ثانية، يشيل نفسه، يسعى. الإنسان لازم يسعى في وجه التحديات. والحمد لله يعني من إنسان بدأ حياته من الصفر وقاعد يشوف زملائه متقدمين عليه 5-6 سنين تقريبا هو متأخر، لكن سبحان الله يعني بعد السنين هذه كلها الإنسان يحصل على هذه الأمور. حصلت على جائزة صاحب السمو الشيخ سلطان الله يحفظه حاكم الشارقة كأفضل طبيب متميز في إمارة الشارقة. تأهلت له وسمت رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه. كذلك حصلت على جائزة نافس كأكثر 3 أطباء متميزين في القطاع الخاص. حصلت على جائزة البحرين للعمل التطوعي، جائزة الشارقة للعمل التطوعي. فالحمد لله رب العالمين. يعني الإنسان لازم يسعى، يخلي إيمانه بالله قوي، يواجه التحديات. والإنسان اللي يسعى لو في فترة يحس أن الدنيا كلها واقفة في وجهه، لكن مع الوقت السعي هذا والتوكل على الله يعطيك النتائج. نعم، وما أجمل أن يقترن هذا اليوم الوطني وهذا اللقاء أيضا بمعاني العطاء، أن يمد أيدينا لمن حولنا، أن تتضامن ونتكاتف، أن نغرس في قلوبنا وقيمنا معنى البذل والإيثار والعطاء. وأنت دكتور عادل يعني بغض النظر عن المرحلة الزمنية أنه زملاء سبقوك بسبب هذا الظرف، ولكن يقاس دائما يعني ما يقدمه الإنسان بما يعطي، وما يعطي من القلب. ولديك طبعا خبرة في مجالات إدارية، إضافة إلى الجانب السريري كطبيب استشاري طب الأسرة، إضافة إلى ذلك الجانب التوعوي الإعلامي أيضا. دكتور عادل، ما حدثنا عنه؟ والله دكتور إذا أتكلم في هالموضوع يقولون خقاق شايف نفسه. يعني الحين من باب الحين الشفافية، نحن على يعني مباشر على برنامجكم الإعلامي الجميل. نعم يعني قد أعتبر أكثر طبيب ناشط يعني للتوعية في وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله قدمت على الأقل 300 محاضرة لجهات حكومية وخاصة خلال 3 سنين اللي فاتت، كلها أعملها يعني من باب التطوع. وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أنا عايش مع الناس، فأنا أعالج، أنا طبيب معالج ولست قاعد وراء المكتب يعني. وبالتالي أعرف هموم الناس، أعرف أمراضهم، أعرف ما يفكرون فيه، يعني أتعاطى معهم. فأنشر التوعية، يعني أنشر الفيديوهات والكلام اللي ممكن يوعي الناس من الناحية الصحية. لأن دائما دكتور مثل ما أنت أخبر مني في هاي الأمور، الوقاية أهم من العلاج. دائما نحن ليش ننتظر حتى يحصل مرض السكري؟ ليش نحن ما نتكلم عن الأمور اللي تسبب مرض السكري؟ طيب الكلام العام يعني الناس تعرف لا تاكل سكر، لا تاكل كذا، لكن في امور خاصه، الاسبانيش لاتيه والماتشا والهوت شوكليت وهالاشياء. يعني الكلام بتفاصيل الناس اللي تمارسها يوميا، هذه اللي سبحان الله تعطي قبول لكلامك عند الناس. نعم، وطبعا شيء جميل انه الشخص او الطبيب يقوم بهذا الدور، وان يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقه الصحيحه بهدف التوعيه الصحيه، بغض النظر عن عدد يعني بين قوسين اللايكات وغيره. الهدف دائما أن تصل الرسالة بالطريقة الصحيحة لكافة أفراد المجتمع، باعتبار بأن الصحة كما ذكرت قبل اللقاء على الهواء، خبرتك لك صباح الخيرات والليرات وضحكنا مع بعض، باعتبار بأن الصحة
لا تقدر بثمن، وهذا ما حكيناه قبل البرنامج دكتور عادل. الصحة صحيح. لا تقدر بثمن على الإطلاق، لذلك نحيي ونقدر ونثمن جهود كل من يعمل من أجل صحة الإنسان على هذه الأرض الطيبة الغنية بثرواتها البشرية والمعرفية قبل المادية. طيب، كان دكتور عادل أين يجد نفسه؟ أنت اشتغلت في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، يعني إذا أيضا نتحدث الحكومي أم الخاص، وأيضا الجانب الإداري أم أيضا السريري دكتور عادل؟ والله دكتور، كل مجال في هالدنيا له إيجابياته وسلبياته. أنا الحين في القطاع الخاص، أنا نفسي الحمد لله من المتميزين ولله الحمد، حصلت على جائزة نافس كمن أفضل الأطباء في القطاع الخاص. أمارس مهام إدارية، لكن بصراحة جل كنائب مدير طبي، لكن بصراحة جل مهامي مهام سريرية. يعني أنا أعالج مرضى بشكل يومي، وهذا الشيء يعطيني إيجابية في الحياة. يعني بعض الناس تقول للأسف كثير من الأطباء خاصة الإماراتيين يتوجهون للإدارة. الإدارة جيدة، لكن ترك الجانب الطبي أمر غير جيد. نعم، أمارس مهامي الطبية بشكل كبير، أحب أشوف مرضاي الحلوين، دائما أقول هالجملة مرضاي الحلوين. لكن كذلك نعم، أرى نفسي حاليا في القطاع الخاص، أرى نفسي حاليا في مجال العلاج، وكذلك في مجال تطوير القطاع الطبي والصحي إن شاء الله في الدولة. الله إن شاء الله يقدرنا، لكن هي عمل جماعي دكتور. يعني الإنسان بروحه ما يقدر إنه يشتغل، لكن الإنسان دائما يحتاج إلى فريق عمل، يحتاج إلى ناس معه تساعده ويساعدهم، لأن دائما العمل الجماعي هو أساس النجاح. نعم، نتمنى دكتور عادل يعني أن تصل لدينا أو يكون لدينا قناعة تامة بأن نذهب إلى طبيب الأسرة في حالة الصحة قبل المرض. إنه أنا بسام درويش أذهب وأخذ موعد مع دكتور عادل سجواني في عيادته في مستشفى بارك فيو في ميديكلينيك، فقط بهدف الاطمئنان إنه أنا ما عندي ألم، ما عندي مشكلة، ما عندي كذا، عندي كل 6 أشهر مثلا زيارة، وأذهب إلى الدكتور عادل. وهذا يعني يسألني الدكتور عادل، ما يسألني شو بتعاني، لأنه هي مشكلة عند الأطباء. أول ما بيدخل الشخص بيسأله شو بتعاني، أنا مش جاي أعاني، أنا جاي أسلم وأطمئن على صحتي. صحيح والله دكتور. كلامك مهم. أنا أول ما طلعت القطاع الخاص بعض الناس كانت تلومني، أنت رايح طبيب أسرة قطاع خاص منو راح يجي لك؟ لكن الحين خل أقول لك بالعكس، صاروا الأطباء من غير التخصصات يقولوا لي دكتور عادل بليز حولنا مرضى. يعني صاروا الحين صار سبحان الله في وعي كبير من المجتمع على أهمية طبيب الأسرة. طبيب الأسرة هو يشوفك من الناحية الوقائية والناحية العلاجية. صارت الناس لا تحب تروح طبيب الأسرة تفحص للوقاية. وكذلك أنت لما تروح مثلا مصاب بآلام بالبطن، إذا تروح لطبيب تخصص مثلا في أمور البطن أو كذا بيعالج هذا الشيء، لكن لما تروح لطبيب الأسرة هو يعالجك في هذا الشيء وينظر إلى جوانب أخرى. يقول لك تعال كوليسترول شيكته، سكر شيكته، صحتك النفسية. وبالتالي طبيب الأسرة نظرته الشمولية. لازم كل إنسان يكون عنده طبيب أسرة. وبعض الناس تسألني دكتور بسوي عملية فلانية، شو أحسن دكتور في هالعملية؟ أقول لك كيف تعرف أحسن دكتور؟ يكون عندك طبيب أسرة، لأن يعني طبيب الأسرة يعرف الدكاترة وشايف شغلهم. فحصولك على طبيب أسرة تثق فيه هو أساس نجاح حياتك الصحية. نعم طبعا، هذا التخصص طب الأسرة مهم جدا، وهو البوابة التي ندخل من خلالها إلى الصحة بمفهومها الشامل دكتور عادل. صحيح دكتور. ومن أهميات كذلك أطباء الأسرة أنهم هم في الخط الأول. نحن نتذكر أيام جائحة كوفيد كانوا هم الخط الأول في الوقاية والعلاج والعزل والحجر والتطعيم والمسحات، فهم خط الدفاع الأول. في نفس الوقت هم يعني على مستوى عالي من العلم. يعني أنا مثلا أرأس مؤتمر كبير يكون إن شاء الله في شهر 5، مؤتمر كبير مع الكلية الملكية للرويال كولج اوف فيزيشنز في المملكة المتحدة. وبالتالي نحن عندنا مجال طبي، مجال إداري، مجال توعية، مجال وقاية، وكذلك مجال في التعليم الطبي وتعليم طلبة الطب كذلك. نعم. النصيحة الختامية، النصيحة الذهبية دكتور عادل، تفضل. والله دكتور، النصيحة دائما اللي أقولها الذهبية، للناس طبعا يعني لا تتذمرون وتقولون والله فلان وصل أنا ما وصلت، فلان عنده واسطة أنا ما عندي. هذا كله كلام. التذمر لا يفيد. اسعى. كل ما تسعى. الحياة مليئة بالتحديات، لكن يتوكل على الله ويسعى، الله يعطيه على قد مراده. ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع والمزيد من العطاء لك ولبقية أيضا أفراد المجتمع. دكتور عادل السجواني، استشاري طب الأسرة في ميديكلينيك مستشفى بارك فيو ميديكلينيك، إضافة إلى طبعا تبوين منصب نائب المدير الطبي في مستشفى ومجموعة ميديكلينيك. شكرا لك دكتور عادل. شكرا لك. يا مرحبا.